النهارده هنتكلم عن اول زمن من الازمنه، بس قبل ما نتكلم عنه خلينا نعرف يعني ايه ازمنه. في حاجه عندنا في الانجليش او في اللغه عموما او في اي لغه في الدنيا اسمها تايم لاين، خط الوقت. خط الوقت ده متقسم ل3 اجزاء: ماضي وحاضر ومستقبل، past present future. كل واحد من دول عباره عن جزء من خط الوقت بيتقسم عليه حياتنا وحياه الناس الباقيه وحياه الارض عموما من اول ما بدات الى ان يشاء الله. الفكره كلها بمنتهى البساطه ان العربي من قوته لانه لغه قديمه جدا قادر يسند نفسه ب3 ازمنه بس، اللي هو الماضي والحاضر والمستقبل. يعني بقول لك احمد لاعب كوره، احمد بيلعب كوره، احمد هيلعب كوره. 3 ازمنه بالظبط قادرين ان احنا نتكلم بيهم. الانجليش مش بالقوه دي مقارنه بالعربي، يعتبر الانجليش مش قوي جدا، يعتبر بالنسبه له لغه جديده مش بقدم العربي، وبالتالي ما يقدرش يسند نفسه ب3 ازمنه بس. فبالتالي كل زمن من الازمنه دي تفرع منه عدد تاني من الازمنه علشان نقدر نبقى اكيوريت او دقيقين جدا في وصف الحدث وهو بيحصل في نقطه معينه على خط الوقت او على التايم لاين. خليني اسالكم مثلا سؤال وحاول توقف الفيديو لحظه معينه واديني اجابه واعرف انت صح ولا لا. الانجليش فيه كام زمن؟ خد لحظه بالظبط، وقف الفيديو، فكر ورد عليا. لو قلت اي عدد قليل شويه فده وارد انك كنت بتدرس جرامر عادي جدا في المدرسه او بتذاكره بس انت مش فاكر منه غير عدد معين من الازمنه، وده طبيعي جدا. ولكن لو قلت عدد كبير يبقى انت برضو لسه فاكر بس ذاكرتك احسن شويه. فلو قلت اقل من 12 تمام، بس هم 12 زمن. ال12 زمن جايين ازاي؟ هقول لك على تقسيمه مش هتخليك تنسى العدد ده ابدا. احنا عندنا 3 ازمنه اساسيين: ماضي وحاضر ومستقبل، past present future. كل واحد من دول بيتفرع ل4 تانيين او 4 اساسيين موجودين في اللغه الانجليزيه او في الانجليش بشكل عام. فعندنا كل واحد منهم، يعني مثلا نبتدي بالpast، عندنا past simple، past continuous، past perfect، past perfect continuous. نفس الكلام في الpresent، present simple، present continuous، present perfect، present perfect continuous. والfuture، future simple، future continuous، future perfect، future perfect continuous. دي تقسيمة الأزمنة بالظبط. هل أنت محتاج إنك تكون عارف الأزمنة كلها بالذات في البداية علشان تقدر تتكلم؟ لو العدد كبير عليك والمسميات ضخمة فما تتخضش، أنت مش مضطر إنك تكون عارف كل الأزمنة دي. مهم منهم كام في بدايتك أو لحد ما توصل لمستوى متوسط. ال3 الأساسيين: present simple، past simple، future simple. ومهم الكونتينيوس برضه، present continuous، past continuous، وممكن future continuous. ويا سلام لو بقى معاهم present perfect و past perfect. 8 أزمنة دول كويسين جدا 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 وهيدعموك لحد ما توصل لمرحلة متقدمة. أنا عايز أبدأ منين؟ ويمكن دي المشكلة بالنسبة للناس لما تيجي تذاكر انجلش بيبقى عندهم مشكلة. أنا عايز أبدأ وفي حاجات كتيرة جدا حواليا، كتاب فيه أهم 7000 كلمة في اللغة، وعندك channel بتشرح مثلا جرامر بشكل معين، وعندك كورس ليه علاقة مش عارف إيه، وأنت في النص مش عارف تظبط الدنيا. الجرامر مهم جدا لأن هو اللي بيقول لك أنت بتتكلم إزاي. عندك كمية كلمات كتيرة جدا في دماغك بس مش قادر تكون بيهم جملة لأن الجرامر بتاعك ضعيف. زي بالظبط كأنك بتشتري هدوم وقاعد تركنها في الدولاب بس عمرك ما خرجتها تجربها على بعضها علشان تعرف تكون طقم تعرف تخرج بيه. فأنت قاعد تجيب وتركن تجيب وتركن. ده بالظبط اللي بيحصل لما بتجيب كلمات وقاعد تركن فيها أول بأول. استخدامك ليها هو المهم، استخدامك ليها هو الصح، والجرامر هو اللي بيقدر ينسق لك كل حاجة في مكانها. زي مثلا بالعربي لما اجي اقول لك انا بكلم انت، هتلاقي ان الموضوع سخيف، في حاجه غلط، انت مش فاهم ايه هي. يعني انت فهمتني ان انا بكلمك بس الجمله انت حاسس ان في حاجه غلط فيها، هتقول لي اسمها انا بكلمك. طب ليه؟ ما انت فهمتني. تقول لي لا والله في قاعده بتقول لك لما انت بتيجي في الاخر بتتحول لكاف. فهتقول لي طب تمام انا بكلمك، تقول لي كده مظبوط. وما ينفعش برضه تقول انت بتكلم انا كاني بتكلم عربي مكسر بالظبط، فالموضوع بيبقى سخيف بالنسبه لك. فاحنا بنحاول الى حد ما نهتم بالجرامر عشان ينسق لنا الدنيا في مكانها. البريزنت سمبل هو اول حاجه هنبدا بيها، وده الكور اللي بيدور حواليه كل الازمنه الثانيه. ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي بالتفصيل. انتظرونا الفيديو الجاي وهتشوفوا كل تفصيل عن البريزنت سمبل وازاي بنقدر نستخدمه في كلامنا وليه هو مهم وكل الازمنه الثانيه متفرعه منه. Thank you so much. See you next video.